حكيم زياش دار البوز، كلشي ولا كيهضر عليه في الصحافة العربية والفرنسية والإنجليزية. باريس سان جيرمان خلات الميركاتو حتى لآخر الدقائق أو آخر الساعات وهي تفاوض مع تشيلسي اللي ضم زياش. اليوم زياش راه مشى لفرنسا وكاين في العاصمة الفرنسية باريس تمهيدا لانتقاله من تشيلسي إلى باريس سان جيرمان. صحف إعلامية بحال هذه مثلا باريس قالت على أن زياش حط الرحال بمقر النادي صباح اليوم وخضع للفحص الطبي قبل ما يلتحق طبعا بباريس سان جيرمان. تقارير ذاتها كتقول على أن اتفاق بين تشيلسي وباريس سان جيرمان فيه اختلاف على صيغة الانتقال. هنا تشيلسي كتحاول تلزم باريس سان جيرمان بشراء اللاعب بموجب هذا العقد، بينما باريس سان جيرمان كتورك باش دير في البند إمكانية خيار الشراء، بمعنى تشيلسي بحال بغات تهنى من زياش بصفة نهائية وباريس سان جيرمان ما بغاتش تغامر بشراء هذا اللاعب حتى تجربوا واش صالح لهم. وفي هذا الصدد واش صالح واش ما صالحش، انا كنقول على ان زياش صراحة ما صالحش ليه باريس سان جيرمان. علاش؟ لان يلقى واحد التنافسية اللي هي كبيرة جدا في الهجوم، عندكم مبابي، عندكم نيمار الى اخره، وبالتالي صعب جدا انه يلقى المكانة الرسمية ديالو. ولو ان مبابي كيلعب الجهة اليسرى لكنه مرة كيلعب اليمنى، وعندنا نيمار تما في الجهة اليمنى، ولو انه كذلك صانع العاب. نتمنى انكم تخلوا لي التعليق في هذا الصدد، واش زياش فعلا غادي يلقى ذاته ويلقى الرسمية ديالو في باريس سان جيرمان في حال تمت الصفقة نهائيا. وطبعا راه مؤكد غادي تتم في الدقائق أو الساعات الأخيرة من اليوم كآخر يوم من ميركاتو الشتوي لهذا الموسم.